السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات عبد الرحمن. ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير يا ربي. كيما راكم تشوفوا الحال بدا يسخن ولينا الوجبات السريعه. اليوم جبت لكم اسرع واسهل وصفه مقارون بصلصه بيضاء بدون لحوم، بلا دجاج بلا والو. تجي ما شاء الله، تجي بنينه، تجي بنتها لا تقاوم. يعني اللي مازال ما جربتش هذه الوصفه نقول لك غير نوضي جربيها، واللي مليح لي فيها يعني تجي مشربه كامل المقارون تاعكم. يلا بينا نروح نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نحتاجو هنا عندي مقارون. انا اختاريت هاد المقارون تاع الروسور، تجي بنينه يحبوها الدراري. عندي مادنوس، عندي جوج كيسان تاع كريمه سائله، عندي هنا الفرماج، مغرف تاع زبده، وثلاث سنينات تاع توم، ومغرف تاع فرماج تكون كبيره. عندي هنا مغرف تاع فارينه وفلفل كحل وشويه تاع جوز الطيب. نبداو مباشره. نحط المقارون هذه تستغلى ونضيف عليه شويه تاع زيت وشويه ملح. بسم الله. ما كترش فيها الملح بزاف، الفرامج فيهم الملح. حتى الصلصه تاعنا نضيفوا لها شويه تاع الملح. نضيف هنا زوج مغارف تاع زيت الزيتون، نضيف عليها مغرف تاع الزبده، ونربي عليها فصوص تاع الثوم. يعني هاد لاصوص غير جربوها، هاي راح تخرج ما شاء الله، تجي خفيفه تجي خفيفه ما شاء الله. نضيف قلت لكم مغرف تاع فارينه تكون كبيره، وفلفل كحل وشويه تاع جوز الطيب. نخلط مليح. هنا حتى نمزج كامل هذاك الزبده بزيت زيتون مع بالفارينه باش نضيف كريمه السائله تاعي. نضيفها هنا بالعقل. بسم الله. نضيف الكاس الثاني. يعني قلت لكم كريمه سهله سهله، يعني توجدوها بالخف. هنا المقارون تاعي غير تغلي، نحسب لها من دقائق حتى ل10 دقائق ونطفي عليها. نضيف لها شويه تاع الملح، نضيف لها شويه معدنوس، هنا نضيف لها نصف الكميه تاع الفرماج، ونخليه اللي قعد في الاخير باش نديروه لها من الفوق. حنا نخليها غير تبدا تغلي نطفي عليها، ما نخليش الكريمه تاعي هنا تشرب بزاف. شوفوا هنا بعد ما يعني هي غير تبدا تغلي، هذا هو القوام اللي باش تطفوا عليه. شوفوا الله يبارك، قلت لكم تجي ما شاء الله، تجي بنينه وتجي خفيفه، تجي الله يبارك. نجيب البلا تاعي اللي يدخل للفرن، نضيف هنا شويه بسم الله مقارون تاعي.
هنا نضيف كامل هذيك الصلصه اللي قعدت. شوف الله يبارك، يعني قلت لكم شوفوا الفورماج كيفاش تخرج بنينه، تخرج ما شاء الله. ندير عليه الفورماج اللي قاعد من فوقه. دوك ندخلها للفرن راه سخون، شعلت لها غير من الفوق، يعني كلش راه طايب. راح ندخلها طيب ونعاود نولو ان شاء الله في صحن التقديم. عاودنا ولينا معكم. هاي ليك المقارن تاعي بعد ما وجدت، نجي نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش قلت لكم تخرج لداخل، ما تخرج ناشفه، تخرج ما شاء الله. شوف الله يبارك، شوف تجي الله يبارك، تجي هذاك الفورمات شوف يجي دايب، يجي سايح كامل. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها ان شاء الله وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم شهية طيبة، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.